السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم قناة فن الطبخ مع كوثر، فيديو جديد ووصفة جديدة. اليوم إن شاء الله غادي نقدم معكم لسان العصفور أو لسان الطير بطريقة سهلة واقتصادية بمذاق اللي كيجي رائع 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 بزاف. هاد الوصفة اللي ما كتخطى حتى شي دار مغربية، خصوصا في شهر رمضان المبارك. فاليوم غادي نقدم لكم وصفة بطريقة سهلة ومبسطة بزاف بزاف بمذاق غزال بزاف. فكنتمنى انكم تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر، وما تنسونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتحفزني. فندوزو نشوفوا المقادير مع طريقة التحضير بلا ما نطول عليكم. في البداية عندي ملعقة من نافع، وملعقة من حبة حلاوة، ملعقة كبار، وعندي ملعقة صغيرة من القرفة، شاصي من الفاني وشاصي من خميرة الحلويات. عندي رابعة ديال الزبدة غادي نستعمل هذه، القليل من الملح، بيضة واحدة، وعندي نصف كاس من ماء الزهر. غادي ناخد نصف كيلو نصف من الدقيق اللي كيكون ممتاز. غادي ناخد كاسرون وعندي حبة حلاوة والنافع، وغادي ندير معاهم كاس اللي كيكون عامر من الماء، عبار كاس العنبه، وغادي نوضعهم فوق النار ونخليهم يطبخوا مزيان. غادي ناخد الزبده كذلك وغادي نوضعها في كاسرون، وغادي نخليها تذوب معنا حتى تذوب مزيان. غادي ندوز للدقيق، غادي نضيف فيه بيضه، وغادي نضيف ليه شاصي ديال الفاني ديال الحلويات، خماره وحده. غادي ندير القليل من الملح كما كتلاحظوا معايا، يعني الملح كيبقى حسب الذوق ديالكم نتوما. وغادي ناخد القرفه وغادي نغربلها، ضروري ما تغربلوا القرفه البنات قبل ما توضعوها في الدقيق. غادي ناخد حبه حلاوه والنافع من بعد ما طبخوا لينا مزيان، غادي نصفيهم، يعني غناخد منهم كاس. وغادي ناخد الزبده من بعد ما دابت معانا، غادي نزيد ليها داك الكاس ديال حبه حلاوه والنافع اللي غليتهم من قبل. غادي نزيد ليهم نص كاس ديال ماء الزهر، وغادي نزيد كذلك ليهم الماء. غادي ناخد كاس الماء عبار كاس العنبه، غادي ناخد كاس ديال الماء عامر، وغادي نزيد الكاس الثاني كذلك يكون عامر. غادي نخلطهم بواحد المعلقه. انا هنايا ضروري ما تعجنوا العجينه ديالكم ويكون الماء اللي غتعجنوا به دافي. وبما انني غادي نستعمل الماء استعملته في الخليط اللي كان سخون فبقى دافي معنا، غادي ندوز ناخد العجين ديالنا، وغادي نحاول انني نخدم البيضه مع دوك المكونات، نحاول واحد شويه بيديا كما كتلاحظوا معايا. من بعد غادي ندوز انني نبدا نضيف الخليط ديالنا على العجين ديالنا ونعجنها كما كتلاحظوا معايا في لا فيديو. في الاول غنحاول غير نجمع الخليط ديالنا، يعني ما غاديش نعلكها، نحاول غير نجمعها. العجين ديالنا ما غاديش تكون رطبه، غتكون بحال العجينه ديال المسمن تماما. يعني غنحاول انني نجمع العجين ديالنا كما كتلاحظوا، يعني بحال اللي غتعجنوا المسمن، يعني ما تكونش قاصحه بزاف وما تكونش مطلوقه بزاف. ولكن نصيحه، حاولوا انكم تخليوا العجين اللي تكون شاده في راسها واحد شويه، حيت غادي غتعلكوها مزيان. يعني ماشي غتعلكوها واحد شويه، تحاولوا انكم تعلكوها مزيان باش ملي تبغيو انكم ندوزوا اننا نبغيو نطلقوا الكرات ديالنا من بعد، منين نبغيو نهزوهم نحطوهم فوق الفراح اولا نحطوهم فوق المقله ديال الحرشه، ما يتقبوش معانا. كما غتلاحظوا معايا في لا فيديو، غير تبعوا معايا الفيديو باش تفهموني على من كنهضر. من بعد غندوز كما قلت لكم، غادي نعلك العجينه ديالنا، غادي تعطيوها واحد شويه ديال الخاطر وعلكوها، يعني علكوها مزيان. وعاد غادي نطلقوا منها، يعني اللي عندكم شي غدي طلقوه في ديك العجينه، علكوها وخليوها كما قلت، تنخليوها شويه قاصحه يعني قابطه في روحها. من بعد كندوز انني كنديرها في واحد البلاستيك وكنخليها انها ترتاح لنا واحد من با واحد نصف ساعه او لا ساعه على حساب نتوما. من بعد كندوز انني كنحيد العجينه ديالنا من بعد ما كترتاح معنا، كندوز انني كنقطعها الكرات صغيره، يعني بحال اللي غندير مسمن صغير. كندهن يدي غير المره الاولى بالزيت، يعني ما كنكثرش الزيت، المره الاولى كندهن يدي بالزيت، وكندوز انني كنقطعهم الكرات اللي كيكونوا صغارين كما كتلاحظوا معايا في لا فيديو، بحال اللي غادي نديروا الرغايف تماما. يعني كنطلقهم بهذا الشكل هذا. الكرات حبذا انهم يكونوا صغارين، يعني ما ديروش كرات اللي كيكونوا كبارين بهذا الشكل هذا. ملي كديروهم صغارين حيت غادي نطلقوهم غادي نورقوهم مزيان، فكيكونوا صغار كيكونوا افضل. من بعد ما كنطلقهم كنخليهم في نفس القصريه اللي عجنت فيها، وكنغطيهم بلاستيك وكنخليهم يرتاحوا واحد شويه باش ملي نبغي نطلقهم يطلقوا معايا بكل سهوله. انا خليتهم ساعه ارتاحوا تقريبا ساعه. من بعد
بعد كندوز انني كندهن البوطاجي او اللي غادي نطلق فيه غادي نطلق فيه العجينه ديالنا، كندهنو غير شويه بالزيت، وكندهن صباعي بشويه بالزيت. كنكون درت المقله ديال الحرشه تسخن من قبل، وكنجي كنطلق العجينه ديالنا بهذا الشكل هذا حتى تتبدا تبان لينا الرخامه ديال البوطاجي او يبدا. من بعد عاد كندوز انني كنهزها وكنوضعها فوق كما قلت لكم، فوق الفراح، يعني ما كنخليهاش طيب، غير كتشمع معانا. ضروري ما تخليوهاش تقصح، غير كتشمع واحد شويه. كنقلبها على الجهه الاخرى، كتقلب واحد شويه تاني، غير كتشمع. كنحيدها كنكون دايره واحد حدايا واحد المنديل او سربيته اللي كنوضع عليه العجين ديالنا. وقبل ديروا واحد البلاستيك من التحت، يعني هكا فاش السخونيه كترجع لينا على العجين ديالنا وكتخليه كيجي مقاد وكيبقى رطب، يعني ما كتقصحش معانا. كندوز كنستمر بهذه الطريقه هذه. كنطلق العجينه ديالنا، تنطلقها مزيان كما قلت لكم. ملي كنطلقها تندوز كنوضعها. غير واحد النصيحه، ضروري العافيه تكون مهيله، يعني المعافيه اللي كتخبزوا عليها تتكون مهيله باش هكا كيتشمعوا لينا فرحتهم. كنوضع كما قلت لكم العجين ديالنا، كنخليها غير كتشمع، من بعد كنحيدها وكنوضعها مع خوتها. بهذه الطريقه هذه كنستمر حتى كنعجن اولا كنخبز العجين ديالنا كامل بهذه الطريقه هذه. فراها سهله وما كتاخذش منكم بزاف ديال الوقت. كاين اللي كيطلقها بالنشا، انا كنطلقها غير بالزيت. بهذه الطريقه هذه كتكون افضل. من بعد كما قلت لكم ما كنكمل العجين ديالي كامل بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. انا خبزت هادشي كله، خبزته. فكما قلت لكم ضروري من البلاستيك. هنا غادي نوريكم جوج ديال الطرق اللي ممكن انكم ديروا به لسان الطير ديالكم. هنا ممكن ديروا غير طبقه واحده، يعني غير عجينه واحده ديروها وتقطعوها بهذا الشكل هذا. فممكن انكم ديروها هنا. هنايا خلطت واحد شويه ديال الدقيق مع القليل من الماء، هو اللي غادي نشد به العجين ديالنا كما قلت لكم. فمن بعد ما كنديروا بهذا الشكل هذا، يعني كنحاول انني ندير الدقيق ونخليه باش تشد راسها مزيان. كناخذ واحد المقص اللي كيكون ماضي، كنبدا نقطع به لسان العصفور ديالنا او لسان الطير بهذا الشكل اللي كيكون مائل بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا. كنقاد الجوانب، من بعد كنقطع بهذه الطريقه هذه. كنكمل. الا بغيتوا ديروا غير وحده فكديروا بهذا الشكل هذا، بغيتوا ديروا على جوج وانا غادي نكمل على جوج، يعني غادي ندير وحده وسط وحده، كتجيني افضل وكتجي كبيره وكتجي زوينه. ولا بغيتوا ديروا غير على وحده فكما كتلاحظوا معايا كديروا غير على وحده. انا غادي نكمل العجين ديالي كامل وغادي نديرهم على جوج. كناخذ جوج وحده وفوق وحده وكنبدا نتنيهم بهذا الشكل هذا. ضروري نتنيهم بهذا الشكل هذا. وكندوز كندير في الطرف الاخر، كندير كما كتلاحظوا معايا الخليط ديال الدقيق مع الماء. كندوز كنبدا انني كنقطع الجوانب بهذا الشكل هذا اللي كتلاحظوا معايا فيه. ضروري المقص يكون ماضي، وكنبدا نقطع بشكل اللي كيكون مائل بهذا الشكل هذا. فكما كديروا جوج شفتوا كيفاش كتجي كبيره وكتجي زوينه. واللي بغيتوا ديروا على واحد فكيبقى لكم الاختيار، ديروا العجينه على وحده. من بعد ما كندير هذا الشكل هذا فكندوز كنكمل بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا معايا على جوج. العجين ديالي كامل كنكملوا بهذه الطريقه هذه حتى كنكمل العجين ديالي كامل. بغيتوا انكم طيبوه في نفس النهار فكديروا الزيت وكطيبوه في نفس النهار. بغيتوا تخليوه حتى الغد ليه فكتغطيوه ببلاستيك وكتدخلوه للثلاجه وكتخليوه حتى لغدا وكطيبوه. بغيتوا تخليوه حتى لمده طويله فكديروه في شي طاسه اللي ما كتدخلش الريح محكمه الغلق، يعني كتغلق مزيان وكتغلقوها مزيان وكديروها في الثلاجه اولا في الكونجيلاتور وكتخليوها حتى النهار اللي كتكونوا غادي تطيبوا فيه وكتجبدوها وكطيبوه وكتعسلوه في ديك الوقيته. من بعد كندوز انا من بعد ما كنكمل العجين ديالي كامل كندوز كناخذ الزيت، كنكب الزيت بكميه اللي كتكون كثيره في واحد المقله. من بعد كيكون حدايا العسل، فانا حاطه لكم العسل في القناه ديالي وغادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف. اللي بغى يشوف الطريقه فمرحبا. كندوز من بعد كنخلي الزيت حتى كيطيب مزيان وكنجرب بشي وحيده من قبل. وكندوز كنبدا نحط فيه الخليط ديالنا اولا العجين ديالنا، يعني غير كتحطوها شوفوا معايا غير كتحطوه فراها كتنفخ وكتولي بهذا الشكل هذا.
فكنخليها حتى كتحمر مزيان، يعني خليوه يتحمر وما يتحمرش ثاني، ما يتفوتش فيه الطياب مزيان، حيت ملي غتحطوه في العسل غطفيوه في العسل فغادي تزيد تحمر. ما تخليوهش بيض وما تخليوهش يتحمر بزاف يتحرق لكم. من بعد ما كطيب معانا كما قلت لكم كندوز كنحطها في العسل اللي كيكون حدايا، ضروري تكون حداكم اللي واضعين فيها العسل يكون حداكم باش تحيدوا من الزيت وتحطوا في العسل. وكذلك تكون حداكم واحد الكسكاس او لا شي حاجه اللي تكونوا كتصفيو فيها وتكون من تحت منها جبانيه، يعني مني تحيدوا المعسله ديالكم او لسان الطير ديالكم تصفيوه من العسل، حطوه في الكسكاس ويتصفى من العسل اللي يطيح لكم في واحد الجبانيه واحده اخرى. بهذا الشكل هذا انا كنصاوب المعسلات ديالي. فكما كتلاحظوا معايا كنغمسها في العسل وكنخليها حتى كندوز انني كندير المره الثانيه لسان الطير في المقله وحتى تيقرب يطيب عاد كنحيد لسان الطير اللي درت في الاول في العسل، عاد كنحيدو من العسل. هكا كنخليه حتى كيتشرب لينا العسل مزيان. والا كان عندكم العسل بكميه كبيره فممكن انكم تكبوه في جوج ديال الجبانيات وتخليوه، يعني تصفيوه من هنا تخليوه المره الاولى يتصفى يتشرب مزيان، هكا كيتشرب عليكم العسل مزيان. كما قلت لكم كنصفي لسان الطير ديالنا في واحد الكسكاس كنخليه هكا. ملي كنكبو كندير عليه الزنجلان، هنا ممكن ديروا الزنجلان اولا ممكن ديروا اللوز، ممكن ديروا كاوكاو اللي كتهرمشوه، فكيبقى تزيين اللي هو اختياري لكم. ممكن انكم ما ديروش ليه الزنجلان، فكيبقى تزيين اللي هو اختياري لكم نتوما كيفاش كتبغيوه. كما كنستمر بهذا الشكل هذا كنوضع لسان الطير ديالنا في الزيت حتى كيتحمر لينا مزيان، عاد كندوز انني كنوضعه في العسل. من بعد ما كيتعسل وكنحس به انه تعسل معنا مزيان فكندوز انني كنصفيه بهذا الشكل هذا كما كتلاحظوا، فكيجي مورق وكيجي غزال. وكندوز انني كندردر عليه الزنجلان اولا كنزينو بالزنجلان بهذا الشكل هذا، فكيجي فيه لوغو خطير خطير وزوين زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوا الوصفه ديال اليوم وتلقاكم هذه الوصفه وانتم في احسن الاحوال. فكما كتلاحظوا معايا كتجي غزاله، ما كتجيش قاصحه، بالعكس كتجي هشيشه وكتجي لذيذه لذيذه بزاف، فيها واحد المذاق اللي خطير ورائع بزاف بزاف. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم، وإلا عجباتكم فما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم اللي كتحفزني هكا. فممكن انني ننزل لكم وصفات وكان الفيديو ديالنا سالا. فإلى فيديو آخر إن شاء الله، باي باي عليكم، إلى وصفة أخرى إن شاء الله.